السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخيرين هانيين كلشي مزيان. اليوم غنكونو درنا تاني فلوق في القناة، وهاد المرة من المدينة الحمراء وهي مراكش. درنا فيها واحد الدويرة انا والاخ ديالي او صديق ديالي، حسبوه كيف ما بغيتو، المهم بجوج بحال بحال. ونهار الاول جينا كرينا، جلسنا شوية، درنا دورة غير في الجامع فينا، تسركلنا الغد ليه مع الصباح. تحركنا شدينا الطريق الاوكيمدن كيف ما كتشوفوا. والصراحة جينا في واحد الوقيته ديال ما كايناش شي حرارة كتيرة، ولكن الجو زوين ومعتدل. كنتمنى اي واحد جا لمراكش يحاول يخرج، ما يبقاش غير في مراكش بوحدها، وانما يخرج في الجناب ديالها. الحلاوة ديال الخروج او التسافر في مراكش وهو المناطق الجبلية ديالها. عندك مثلا سيد فاطمة، غدا ان شاء الله غنتحركوا ليها. وعندك اوكيمدن، اوريكا، ومليل. كاين بزاف ديال البلايص اللي يعني من احسن تكون السيارة، تكون طوموبيل من الاحسن، باش غادي تاخدو ترونسبور او طاكسي وتمشيو غتكرفسو شويه كيف ما درنا حنا. ولكن هانيه ماشي مشكل، حنا معولين على التكرفيسه هادي. يلا الخوت اخوات، خليت لكم الراحه، فرجه ممتعه. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وموعدنا فلوق تاني جديد. المهم خليكم مع هاد المناظر الخلابه حتى نوصلوا الثلج. المهم ملي كتكون غادي في الطريق راه كتشوف المناظر الخلابه تبارك الله. تما كتشوفوا كيفاش الجبال، كيفاش الشلالات، الاشجار بتوع القرقاع واللوز والتفاح في الطريق، خضوره، شلالات في الطرقان.
يعني يعني غير من خلال المتعة غير ديال الطريق يعني كافية. انت غادي وما حاسش براسك راك غادي. هادشي علاش انا كنصحكم يعني مراكش عندكم فمثلا غتجيو تجلسوا واحد يومين. مراكش غتكون فيها واحد ساعة ولا ساعتين غدور على كلها. شنو فيها مراكش؟ فيها غير جامع الفناء، منارة، الكتبية. صافي هادشي اللي بان لي فيها، صافي هادشي اللي كاين. ماشي شي حاجة. ولكن الانسان اللي باغي يتمتع وباغي يعيش الحياة ديال بصح
كيف ما شفتوا يعني الجبال يعني بيضاء بالثلوج، يعني قربنا لأوكيمدن. الجناب كلهم الثلج. هنايا ما بقاتش الحياة، هنا ما بقاش، يعني كتشوف غير الصخر، ما بقاتش ديك الخضوره وديك ديك الحياه ديال يعني كتحس بان كاين خضوره، كاين الربيع، كاين مرت، يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتشوفهم هنا. بقى غير الصخر والثلج، الحجر والثلج. الغريب في الامر وهو كيفاش غادي نقول لكم، يعني دابا كتشوف الثلج وكتشوف البروده داكشي، ولكن راه الجو سخون. حنا هنا طلعنا هنا على بالنا غنلقاو البرد، يعني دينا البارطاج ديالنا كامل، الحوايج ديالنا انا وحميد دينا الحوايج ديالنا كاملين زعما كي على بالنا غنلقاو البروده ما عرفت شنو، ولكن راه الجو سخون، الثلج طايح والجو سخون كانه ما كاينش. وهذا الشيء يعني راه غادي نعيشو حتى في الارض الواقع، يعني حتى في البلاصه اللي غادي نمشيو ليها وغادي نتزلجوا فيها ونضحكوا فيها، يعني في الثلج بالضبط ما فيهاش، يعني ما كاينش البرد. المهم هنا وصلنا عند دوك اللي كيكريو دوك الزلاجات. حامد كرا وحده، انا ما بغيتش نقرب لها، ما بغيتش نسام عليها. انا كريت غير واحد البوط باش سبرديتي ما تكرفش ونتحكم في العفايط، نتحكم في العفايط في الثلج، حيت الا كنت ديتها معايا ما غاديش ما غاديش ما غاديش نقدر نبقى واقف. نتوما عارفين الثلج تما يبرد. ودينا معنا مرشد سياحي، مول هادشي هو اللي غادي يهز لينا. المهم كلشي غادي مبريباري ليه من الاول، يعني ما كاينش لعابات، ما كاينش الغلط والو. نحاولوا ما امكن ندوزو نهار زوين. بالنسبه لك الناس اللي كيبداو يتصنطحوا باغيين يطلعوا غير بوحدهم، باغيين ما عرفت شنو باغي يدير، راه ما غاديش تعرف الجبال والهضاب والثلوج حسن من مواليه. لهذا كنصح اي واحد يحاول ما امكن دائما يدي مع مرشد سياحي في اي بلاصه. واحد البلاصه انت ما عارفاش وما عارفش القوالب ديالها، خاصك ضروري دي معك مرشد سياحي. ما يمكنش هنا ما كاينش زيد من راسي، تقدر اي هفوه اي غلطه طيح الله يستر تهرس بزاف ديال الحوايج. وبينك وبين السبيطار الله يحفظ راه شحال من كيلومتر، يعني راه من اوكيمدن حتى لمراكش تقريبا 3 سوايع ديال الطريق وما قصر. المهم حاولنا نجربوا معايا هذا يعني مول هادشي ولد المنطقة، عنده يعني دراية كافية على الثلوج، وهو اللي كيوريني يعني الخطوات الاولى. واخا انا ما زعمش على هادشي، كان حامد مازال باقي لتحت، باقي جاي طالع، كان شي حد ما قادرش يطلع عاونو باش يطلع، وانا طلعت انا وهذاك المرشد، قلنا نقضيو حنايا بما جا هوايا. ساعة هو غادي يشدها ما غاديش يبقى يطلقها. انا اصلا ماشي انا اللي كاره، حيت انا ما باغيش نتزلج، عارف راسي لا طحت ما جا ينوضني. كيف ما كتشوفوا يعني راه هو اللي قاد ليا في الامور، هو اللي انا ما شارش حتى التوازن ديالي، حيت اول مره كنمشي للثلج. المهم نخلي لكم فرجه ممتعه، كنتمنى الفيديو يعجبكم. حاولت ما امكن باش نخرج داكشي مزيان، ولكن بعض المرات ما عارفين، يعني بعض المرات كيكونوا شي حوايج خارجين من الاراده ديالك. حاولت ما امكن باش نقرب الصوره. كان الناس اللي باغيين يزوروا اوكيمدن يعرفوا اشنو كاين عائلات كيطلعوا تما، الولاد بالاباء ديالهم، يعني العائلات، كاين عائلات
المهم هنا كيف ما كتشوفوا حميد خالق السعاده. صافي جينا بحالياتنا سالينا، مشينا تغدينا تما نيت في اوكيمدن. ننصحكم تما كاين الناس اللي كيتعاملوا مزيان. بالنسبه للترونسبور او طاكسي، واحد المعلومه ما وضحتهاش لكم، الا ركبتوا في ميني بيسات، وهاد الميني بيس هما دوك الترانزيتات او مرسيدس دوك الصافطات القدام، تقريبا كتجيب شي 30 درهم باش كتجي الاوكيمدن الي وروتور، تقريبا كتبقى معاك شي 60 درهم. ولكن الا جيتي في الطاكسي كتجي كورسا، يعني فيه 6 البلايص 100 درهم لواحد الي روتور، مشي ومجي. كتمشي كتاخذ راحتك لابعد درجه، وكيتسناك الطاكسي ما كيمشي حتى شي بلاصه، كيتسناك حتى كتسالي على خاطرك، الله يعاونك ما تسالي حتى الليل وكيجيبكم. هذه معلومه بغيت نوضحها لكم، يعني بالنسبه للناس اللي كيمشيو تما، من احسن يعني ما عندوش طوموبيل من الاحسن يشد طاكسي. ربما يجي شويه غالي 100 درهم فيها نمشي ومجي، ولكن يعني كيف ما قلت لكم الطاكسي كورسا، كتمشي كتاخذ راحتك، وملي كتسالي وصافي وكتبغي تمشي بحالياتك كتلقى الطاكسي كيتسنى فيك، يعني ما تحرك حتى شي بلاصه. عكس هادوك ميني بيسات او ستافيطات، حنا كنقولوا لهم غير خطافه، اللي كيديو ب 30 درهم وكيجيبوك ب 30 درهم هي 60 درهم، ولكن هاهي منقوص عليك 40 درهم، ولكن كتبقى مسخسخ. اول حاجه مسخسخ في الركوب، هو مضيق كله خطر، هذه من جهه. ومن جهه اخرى ملي كتسالي وكتبغي تمشي تقدر ما تلقاش، كتبقى تسنى فيه حتى يجي شي واحد وتسنى تيجي. المهم هادو معلومات كلهم بغيت نوضحهم لكم. حنا دابا في طريقنا للرجوع، تقريبا شي 6:30 ديال العشيه، عاد بدينا راجعين بحالنا. المهم الدنيا تما كيف ما كتشوفوا فيها، يعني راه الغمام ضرب، حنا راه فوق يعني فايتين الغمام. واحد اللحظه راه غتشوفوا الغمام، يعني دخلنا في وسط منه، ما عرفتش واش داز ولا باقي. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، كنتمنى نكون يعني حاولت ما امكن لخصت لكم هذه الرحله بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو لاوكيمدا. والفلوق الجاي ان شاء الله يكون في السيد فاطمه الى كتب.